أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في كبسولة حب. ليه كبسولة حب؟ ليه هنعمل حلقات عن الحياة الزوجية؟ كتير جدا من الناس اللي بتسمعني دلوقتي عندها مشاكل زوجية. كتير جدا من الناس عندها يأس من حياتها الزوجية أو من إنها تحقق سعادة زوجية. كتير مننا بيفكر كل يوم بالليل: انا هكمل ولا هطلق ولا مش هكمل، ولا ههرب ولا هسيب القصة دي، ولا هحسن في حياتي الزوجية. مش كتير بيفكر في كده؟ طب احنا بنفكر كده ليه؟ بنفكر كده لاننا مش عارفين نوصل لأي نوع من الانسجام الزوجي، او مش قادرين نوصل لأي خطوة من خطوات السعادة الزوجية. طيب نعمل ايه عشان نقدر ان احنا نطرد التفكير السلبي ده من دماغنا ونبدأ نمشي في طريق السعادة الزوجية؟ في ناس كتيرة جدا بتبعت لي وبتقول لي مفيش حاجة اسمها السعادة الزوجية، ده مجرد وهم. طبعا ده كلام فاضي، والسعادة الزوجية موجودة لو احنا خدنا بأسبابها ومشينا في الطريق اللي وصلنا ليها. هنصل إلى قدر كبير جدا من السعادة الزوجية، أو هنقدر نقول إننا هنقدر نحقق الراحة النفسية في بيتنا. طيب أنا عايز أسأل كل واحد مننا الأول سؤال: أنت أهدافك إيه في الحياة؟ لو أنا جيت سألتك دلوقتي على غفلة وقلت لك أنت هدفك إيه في الحياة؟ نفسك تحقق إيه؟ أنا متأكد إن 95% من الناس هترد عليا: أنا عايز أبقى مدير، أنا عايز أبقى ناجح، أنا عايز يبقى عندي عربية، أنا عايز يبقى عندي شقة كبيرة، أنا عايز يبقى عندي فيلا، أنا عايز أبقى مليونير. 5% مننا بس اللي هيرد ويقول أنا عايز أبقى سعيد. 5% بس. عارفين ليه؟ لأننا عندنا تضليل في عقلنا، لأننا فاكرين إن السعادة في تحقيق الطريق، مش في تحقيق الهدف. الفلوس أو المال هو طريق للسعادة، لكن احنا بنفكر بطريقة إن الطريق ده هو الهدف. لا، مش الطريق ده هو الهدف. الهدف هو السعادة. هدف أي إنسان في الدنيا الداخلي هو إن يكون سعيد، مش إن يبقى مليونير. ما أنت ممكن تكون مليونير أو ملياردير لكن ما أنتش سعيد، وياما في ناس أغنياء جدا جدا وما هماش سعداء، وأنت حواليك ناس بتقول الكلام ده. مهما كان المظهر اللي قصادك بيديك انطباع بالسعادة، لكن أنت ما أنتش سعيد لأنك أنت بتحقق الطريق مش بتحقق الهدف. فأنت عشان تحقق الهدف لازم تمشي في الطريق اللي يوصلك للهدف. احنا مش عارفين الطريق ايه اللي يوصلنا للسعادة الزوجية. احنا شايفين عائلات حوالينا عايشين في سعادة أسرية، مبسوطين وبيحبوا بعض وبيتفسحوا وبيخرجوا وبييجوا وبيضحكوا. انا مش عايزك تقيس حد على حد حواليك. كل أسرة وليها ظروفها، وكل أسرة وليها احتياجاتها اللي بتشبعها. انت ممكن تشبع بيتك حب فتعيش في سعادة، وغيرك يشبع بيته فلوس فيعيش في نكد، وتكون الفلوس دي هي السبب الرئيسي للنكد وللخراب اللي بيحصل في بيته. طيب هل الحلقات بتاعت السعادة الزوجية دي او بتاعت كبسولات حب دي مقصود بيها اللي بيته تعبان واللي متضايق في حياته؟ لا، دي مقصود بيها كمان الانسان اللي عايش في بيته مستريح لكن بيفكر ان هو يعيش بطريقة احسن من كده. بيفكر ان هو يتفادى المشاكل اللي ممكن يواجهها في حياته بعد كده. ده من ضمن اهداف برنامج كبسولة حب اللي احنا بنقدمه. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا الاول عايزين نحط النقط اللي هنمشي عليها عشان نقدر اننا نعالج مشاكلنا في الحياة الزوجية ونغير حياتنا من التعب الزوجي او التعاسة الزوجية، انا مش عايز اقولها، ونبدأ نغير ده لسعادة زوجية.
طيب احنا هنتكلم في البرنامج ده عن المشاكل اللي موجودة في حياتنا الزوجية، او اللي موجودة عند معظم الناس في حياتها الزوجية. خلي بالك، مشاكل الحياة الزوجية كلها بتتكرر، اللي عندك بيتكرر عند اللي جنبك، عند اللي بعده، عند اللي بعده. جايز مع بعض تغيير في الظروف، جايز مع بعض مع اتحاد بعض المشاكل مع بعض فبيجي شكل مشكلة تاني جديدة. لكن مشاكل الحياة الزوجية هي مشاكل متكررة، أنا بشوفها على مر عملي في مكتبي في المحاماة. مشاكل كتير جدا 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 منها متكرر 99%. كل شوية بيطلع لك مشاكل جديدة ما شفتهاش قبل كده، وده نتيجة لتطور المجتمع. فاحنا ان شاء الله هنحل المشاكل اللي موجودة في حياتنا بطريقة صحيحة، بطريقة علمية، بناء على حاجتين: بناء على الخبرة اللي انا اكتسبتها في الحياة الزوجية ومشاكل الأسرة من عملي في هذا المجال على مر سنين طويلة جدا، بناء على المعلومات اللي انا كسبتها من من الدراسات اللي انا عملتها في القصة دي، والكتب اللي انا الفتها في السعادة الزوجية وفي الحياة الأسرية. اهم حاجة انك تحط ايدك في ايدينا ونبدأ من دلوقتي مشوار تحقيق السعادة الزوجية. كان معاكم خالد شهاب.